السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض ملوخيه خضراء، وهنعمل ارانب، وهنعمل رز بالشعريه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا حوالي 2 ارنب غسلهم كويس جدا بالميه والدقيق، وابتدي ان انا اعمل لهم محلول النقع. اول حاجه هجيب معايا طبق غويط انزل عليها بحوالي لتر ونص من الميه، وابتدي ان انا انزل عليها بمعلقه كبيره من الملح، وانزل عليها بورقتين ورق لوري، وانزل عليها بعصرة ليمونة، واحط بعد ما بعصر الليمونة بحط قشر الليمونة معايا في المية. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وابتدي ان انا ادوب الملح كويس جدا، وبعد كده ببتدي ان انا انزل بالارانب بتاعتنا، ننزل بيها في المحلول ده. ميزة المحلول ده ان هو بيعين الزفارة اللي بتبقى موجودة في الارنب. بعد كده هكون مجهزه معايا حله على البوتاجاز، انزل عليها بمعلقتين كبار من السمنه البلدي، وابتدي ان انا اسيح السمنه بالشكل ده، وابتدي ان انا انزل عليها بالارانب. اخلي الارانب تاخد معايا صدمه كويسه جدا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، ونبتدي ان احنا نحمر الارانب كويس جدا مع السمنه بالشكل ده. جربوا الارانب بالطريقه دي مش هتلاقوا فيها زفاره خالص، ويكون طعمها جميل جدا. بعد ما حمرنا كويس جدا الارانب بالشكل ده، نبتدي ما الارانب اتحمرت على الناحيتين بالشكل ده، نبتدي ان احنا ننزل عليها بالميه، ننزل عليها بحوالي لتر ونص من الميه. وبعد كده اكون مجهزه معايا بصله، واكون مجهزه معايا 3 فصوص حبهان، واكون مجهزه معايا 3 ورق من ورق اللوري، واكون مجهزه معايا نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناشفه، وابتدي ان انا انزل بيها على الارانب بالشكل ده، واغطيها لغايه ما الارانب تستوي معايا. اول ما الارانب تبتدي ان هي تدخل معايا في التسويه، نبتدي ان احنا ننزل عليها بالملح، ونظبط الملح بتاع الارانب بالشكل ده. بعد كده نبتدي ان احنا نعمل مع بعض الرز بالشعريه. اكون مجهزه معايا حله على البوتاجاز، انزل عليها بمعلقه سمنه بلدي، وانزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، وابتدي ان انا احمر الشعريه. واول ما الشعريه تاخد اللون الذهبي، نبتدي ان احنا ننزل عليها بالرز، ونحمر الرز كويس جدا مع الشعريه. وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها بالشوربه، ونسيبها ان هي تستوي معانا. بعد كده نبتدي ان احنا نحمر الارانب مع بعض، انزل معايا بشويه زيت، وبعد كده ابتدي انزل عليها بمعلقه كبيره من السمنه البلدي، ونبتدي ان احنا نحمر الارانب بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. اول ما الزيت بدا يسخن معانا، نبتدي ان احنا نرص الارانب بالشكل ده، ونسيبه ان هو يتحمر معانا على الناحيتين. وبعد كده نبتدي ان احنا نخلط الملوخيه. بنجيب الملوخيه نغسلها كويس جدا، وبعد كده بنقرطفها ونسيبها ان هي تنشف كويس جدا من الميه، ونبتدي ان احنا نخرطها بالشكل ده. ونخلي بالنا كويس جدا لو الملوخيه فيها ميه هتعمل معانا ريم كده مش كويس جدا، لازم الملوخيه تنشف كويس جدا من الميه. كده خلاص خرطنا الملوخيه، شايفين ما شاء الله جميله ازاي. وابتدي ان انا انزل بشوربه الارانب بالشكل ده، وبعد كده ابتدي انزل بالملوخيه بتاعتي واضربها كويس جدا بالمضرب بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده نبتدي ان احنا نعمل الطشه بتاعه الملوخيه. اكون مجهزه معايا معلقه كبيره من السمنه البلدي، وانزل عليها بمعلقه توم مفروم ناعم، وانزل عليها بمعلقه كزبره ناشفه، وابتدي ان انا احمر التومه مع الكزبره الناشفه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. واول ما التومه توصل معايا للون الذهبي، ونحاول ان احنا ما نحمرش التومه، نخليها اللون الغامق عشان خاطر هي ديت اللي بتمرر معانا الملوخيه، مش بيخلي طعمها كويس جدا. اول ما التومه توصل معايا للون الذهبي، نبتدي ان احنا نطفي النار عليها، وننزل بيها على الملوخيه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. شايفين ما شاء الله جميله ازاي. وده الشكل النهائي لاكلتنا النهارده. شايفين ما شاء الله الملوخيه جميله ازاي، شايفين ما شاء الله الارانب حلوه ازاي. وكمان عملنا مع بعض الرز بالشعريه، وكمان قطعت طماطم وخيار بالشكل ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.